صبحكم الله بالخير لكم المتابعين الكرام، حياكم الله. اليوم تاريخ 24/5/2024، نقول جمعة مباركة. أول شيء نبارك لعائلة سبيت الكرام وعائلة الخضر وعائلة شويع الكرام. طبعا نبارك لأهل المعرس بيت الصالح وبيت السعيد. إن شاء الله اليوم بإذن الرحمن أنا راح أحيي حفلتهم في فندق النخيل قاعة نسيمة. وطبعا شكر خاص لعمة العروس السيدة بدرية السبيتي أم أحمد لثقتها الكبيرة فيني بأن أحيي حفلتهم إن شاء الله الليلة. مثل ما انتم عارفين احنا في استعدادات تركيب الدي جي والسماعات وهندسة الصوت. ما شاء الله هذه القاعة تبارك الرحمن، هذا اسمها نسيمة في فندق النخيل. يعني الفيديوهات اللي انا احطها بالاكاونت يعني الهدف منها اول شيء الناس تشوف طبعا طريقتنا في تركيب الوايرات، وتشوف طريقتنا في تركيب السماعات وسيستم الصوت، وتشوف القاعة، تشوف يعني حجم القاعة واسم القاعة، على اساس ان الناس هم تاخذ فكرة في الاماكن اللي احنا نسوي فيها اعراس. طبعا اليوم ما شاء الله مركبين 10 سماعات بالقاعة ما شاء الله. هذه الكوشة تبارك الرحمن راح تكون 5 في هذا الاتجاه، تمام، اللي هو على يسار الكوشة، وراح يكون اليمين هناك الناحية الثانية هم ايضا 5 سماعات في الناحية اللي على يمين الكوشة. على مصمم الكوشة اخونا احمد الصراف. احمد ساك الله بالخير. عطني بوسه مو ساك الله، صبحك الله بالخير. حبيبي. شنو الشيء الطيب اللي انا متوقع بيكون شيء راقي؟ ان شاء الله بيكون شيء قوي باذن الله تعالى. زين، اذا في ناس تبي تشوف الشغل، شوف في تليفون احط اكونتك، احط اي حبيبي، حاضرين بالخدمه احنا. احمد الصراف طبعا ما يعني غني عن التعريف. انا اشوف الحوسه، هذه الحوسه، بس بعدين الساعه 4 الحين يقول لك ساعه كم تخلص. اي لا، الناس حارين، فالكوشه تاخذ وقتك، مو 4-5 ساعات، فلازم الناس تيجي الصبح، يعني الساعه 6-7 الصبح الناس جايه يخلصون الشغل. احمد تليفوناتك احطها تحت ولا اكونت، واللي بيتواصل معاك الله يوفقك الجميع حبيبي. يعني شغل احمد انا ما ابي اتكلم، الاكونت عندكم وتليفونه، اللي حاب يستفسر يتصل عليه وشوف شغله واسعاره وكل شيء. طبعا في ملاحظه، في معلومه انا صراحه احب اقولها لكل فيديو احطه عندي بالاكونت، وهذه الملاحظه تخص العروس. طبعا حبايبنا العروس العرايس اللي عندها زفه خاصه حق العروس، اذا حفلتك في فندق، هذه نصيحه لك، اذا حفلتك في فندق الزفه ما تقل عن ربع ساعه. زفه العروس اللي راح تدخل عليها ما تقل عن ربع ساعه. يعني شوفت عينكم هذاك الممر او هذا الباب اللي راح تدخل منه العروس، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الممر طويل. يعني احنا ليش نقول ربع ساعه، يمكن اذا مو اكثر بعد. اول شيء العروس اكيد لابسه نفنوف ثقيل وفي حوسه وفي ذيل وفي كذي اكسسوارات، والعزكم الله الكعب ومسكه العروس وكذي. شغله ثانيه، العروس لما تدخل اكيد معاها مصورات بيصورونها، يعني لقطات ما لقطات وكذي. شغله ثالثه اكيد العروس تدخل برهبه وبخوف، يعني فهي مجبره تمشي شوي شوي لان الممر طويل. شوفت عينكم والله. طبعا شغالين الكوشه ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني بعدين راح تطلع ان شاء الله بشكل نهائي. فالزفه كل ما صارت طويله حلو لما توصل عروس الكوشه وتكون يعني باقي شوي وتخلص الاغنيه، ومو عدله ومو حلوه لما توصل عروس تخيلوا واصله للنص والزفه خلصت. تودي هي حاطه مثلا زفه او ما عندها علم، حاطه زفه مدتها 8 دقائق عادي، تخيلوا 8 دقائق توصل النص، نص الصاله وتخلص الاغنيه. لا، هذه قمه احراج وفشله، ويعني ما حالاته الزفه تكون طويله على اساس انه توصل عروس على الكوشه، تصعد على الكوشه باريحيه، وبعدها عاد تحط الاغنيه اللي هي طالبتها حق البنات وكذي، ونكمل برنامج الحفله. في ناس مثلا تسالني طارق احنا بنعلق السماعات بالسقف. هني في تراس، هذا التراس اللي عاده نعلق السماعات عليه، بس هو الافضل يفضل كتوزيع سماعات لازم تكون دار مدار الصاله كلها سماعات. يعني شوفت عينكم لو بنعلق هناك السماعات هني فضاء فما راح تكون التوزيع بالشكل المطلوب. لا تنسون ما بين كل سماعه وسماعه 4 امتار على اساس انه يكون الصوت نقي وواضح للناس. هذا اهم شيء عندي، نقاوه الصوت، توزيع السماعات بالشكل المطلوب، الناس ما تنزعج بالاغاني، وهم المعازيم ما ينزعجون في بعطي معلومه جدا جدا مهمه للناس. يا جماعه الخير، انا اخوكم طارق العسعوسي. انا حفلاتي ما عندي وقت محدد بالليل، خلصوا الناس الساعه 1، خلصوا الساعه 2، جريب الفير ما عندي اي مشكله. الفندق اعطاكم وقت نقعد معاكم،
ما عندي للساعة 12، لا أنا وقت ما خلصوا الأوادم بالحفلة نقعد معاهم لمن ما يطيح حيلهم بالحفلة. فهذه معلومة بس أوضحها للناس، أنا شخصيا ما عندي وقت بنهاية الحفلة، متى ما خلصوا الناس أنا خلص وياهم. هذه بس معلومة على أساس الناس، في بعض الناس تسأل جو طارق احنا انت للساعة كم مثلا قاعد بالحفلة؟ انت الساعة كم؟ لا ما حفلة، هذه حفلة خلاص، انتوا طالما حاجزين عندي اقعد للصبح. اذا الفندق خلاكم، ركزوا هالنقطة الأخيرة، اذا الفندق خلاكم وقت مفتوح انا معاكم بعين الوقت المفتوح، تمام؟ بس هذه معلومة للناس. طبعا الناس اللي بتحضر حفلتنا الليلة في فندق النخيل قاعة نسيمة تاريخ 24/5 بإذن الرحمن راح يستمتعون معاي بالأغاني، لأن ما شاء الله الناس طالبين خوش أغاني، يعني ما بين كل أغنيتين نقازي واحدة سامري. هذا برنامج الحفل، يعني اليوم أهل السامري راح يستمتعون ما شاء الله معازيم وايد تبارك الرحمن. وشكر خاص لخالات العروس بيت الخضر، نوجه لهم كل التحية والشويع والحاضرين جميعا. اللي حاب يسمع شغلنا بالأغاني والزفات أنا أخوكم طارق العسعوسي، الأكاونت الخاص فيني اسمه voice_center، وتليفوناتنا تلقونها تحت. طبعا هم معلومة ثانية، الحفلات إذا في فندق أو إذا في قاعة لازم نركب الصبح، لأن تكون مثلا الصالة البارحة فيها حفلة، فلازم نركب الصبح الشغل والسماعات ونشيل بالليل لما تخلص الحفلة. خلصت 1-2 ما نقدر متى تخلص. لكن الحفلات إذا في بيت، إذا حفلاتنا في بيوت، لا البيت يفضل قبلها بليلة، يعني بيت الناس نركب على راحتنا ونسوي بروفة حق العروس، وبالنهاية بيت الناس يعني مو ما عندهم مثلا البارحة حفلة ونشيل بيت الناس نشيل ثاني يوم، يعني بالبيت تكون أريح لهم أريح لنا. فالفنادق وكذي لا، لازم نفس اليوم الصبح لظروف الفندق. حياكم الله، وإن شاء الله الكل يستمتع معنا بحفلتنا اليوم وقواكم الله.